مرحبا بكم، كيف دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. استسمح الغياب لاني كنغيب بزاف. كيكون عندي بعض الظروف اللي كتخليني اني نغيب، ولكن ان شاء الله هذه اخر غيبه، فهنحاول بامكان ان نتلاحوا يوميا فيديوهات توصلكم لداكشي اللي كنوصل لي انا حاليا. كاين حاولوا، انا غنهضر معكم دابا، غنحاول بامكان ان نهضر معكم على الاستحقاق. استحقاقك انت في الحياه شنو هو؟ علاش جيتي لهاد الدنيا؟ واش جيتي غا هكاك؟ واش الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق لك هاد الكون، خلق فيك معجزات؟ الله سبحانه وتعالى ما جاش وخلقك، خلق منك معجزات، اختارك، تختاريتي، خلاوها. واحد الفيديو كنت شفتو شحال هادي، واحد قال لك راه انت، قال لهم انا نهار بغيت نتزاد راه درت حرب مع ملايين من الحيوانات المنويه باش نخرج انا، فانا دوزت حرب، انا راني انجاز. وفعلا هو انجاز، انا انجاز، انت انجاز. ممكن تاخذوا واحد لحظه من وقتكم، دقيقه، توقفوا الفيديو وتجلسوا تكتبوا انجازاتكم مهما كانت بسيطه. مهما كانت بسيطه الانجازات ديالكم. هنا من كتكتب هذوك الانجازات ديالك راه كتعطيك واحد الاستحقاق، راه كتعطيك واحد البدايه ديال التحفيز، كتولي عندك تحفيز ذاتي. انا درت، فاذا انا عندي استحقاق. انا درت هذا الانجاز، فهذا راه استحقاق وتحفيز وبدايه هدف، وكيعطيك واحد النهار واحد الطاقه كبيره، كتعطيك واحد الانجاز كبير في حياتك. من الانجازات الكبيره ومن استحقاقاتك. شنو هو بعد الاستحقاق؟ كل واحد يكتب في لي كومونتير شنو هو الاستحقاق بالنسبه ليه. الاستحقاق هو، انا بالنسبه لي، كتجي عليك واحد اللحظه من اللحظات كتوصل في واحد الفتره من العمر ديالك، كل واحد وفين كتجي، كل واحد ومن كتبدا. يعني كتكون واحد الوقت عيش حياتك عادي فراغ، ممكن تعيش حياتك مراهقتك شبابك بواحد الطريقه هكا، عيش عادي عادي، حتى واحد النهار كديرها كتجي بحال شي واحد ديالك صرفقك وكتلفت داكشي اللي فات، كتلقى حتى شي حاجه، كتحس براسك انك ما داير حتى انجاز في حياتك، ما داير حتى شي حاجه، وكتشوف القدام كتشوف المستقبل كاين غير الظلام. اين فوا كتوصل لهاد المرحله فهي بدايه استحقاق. في هذيك المرحله، انا بالنسبه لي في ديك المرحله كيبدا عقلك خدام، راسك خدام، قلبك خدام، كتولي تحس براسك طالع هابط، ممكن تدخل في اكتئاب، ممكن بزاف ديال الحوايج، وممكن انك تلقى اجابات وبزاف ديال الحوايج. اهمها بالنسبه ليا انك في هذيك اللحظه اللي كيجيك فيها هذاك التساؤلات تجاوب، تحاول انك تقلب على الاجابات، ولكن ما تحاولش انك تقلب على اجابات مستعصيه، ولكن قلب عليها تكون فقط شافيه، فقط انها تكون مريحه. ومن بعد بدات تخدم على هذوك النقط ديال شنو انا، علاش انا هنا. فكتجيك في هذيك اللحظه ديال هذيك التصرفيقه، كتقول علاش انا هنا بالضبط؟ لا، انا ما كنستحقش اني نكون هنا، انا دي ماشي بلاصتي، دي ماشي بلاصتي نهائيا، ناري شنو هندير؟ في هذه اللحظه كنطلب منك انك تاخذ دقيقه من وقتك، ولاني دقيقه في هذيك اللحظه انك تثبت شويه ديال التنفس. ان شاء الله نديروا فيديو على التنفس،
هادشي خاصني نكتبو باش نبقى عاقله عليه. ف اون فوا كتوصل ديك النقطه خصك تهدأ من روعك. انا كنعقل داك النهار اللي حسيت بيه فادي كانت عندي ديك الساعه 26 سنه 27 سنه يمكن تقريبا. دابا عندي 34 سنه. فبزاف ديال الحوايج مريت بيهم من 27 سنه حتى دابا. راه بزاف ديال الاشياء اللي مريت بها اللي كتكون كنهضر معكم كنشوف هذا كيهضر كيشوف فيا سير بحالك. بزاف ديال الحوايج اللي كيوصلوك لهنا لهاد النقطه اللي فيها انا دابا اللي ان شاء الله غنهضروا فيها الاستحقاق ديالك انت فين كتجيك هذيك اللحظه ديال شنو انا هنا. خاصك في ديك اللحظه تبدا تخدم عليها. يا هترجعك اللور يا انت هتستسلم للاكتئابات وتستسلم للفشل وكتستسلم لبزاف ديال الحوايج وتبقى في نفس البلاصه. يا انت تخدم عليها وديرها درجات وديرها سلم باش توصل تحقق اهدافك وتحقق نواياك وتحقق انجازاتك وتعرف انت علاش تخلقتي هنا. احنا تخلقنا اول حاجه للعباده الله سبحانه وتعالى. تخلقنا للعباده وفي هاد العباده غتلقى بزاف ديال الحوايج. كنصحك اول حاجه انك تبدا بها هي الاستغفار. كنتي ما كتصليش حاول انك تصلي. ما قدرتيش ان شاء الله نحاول اني نشرح لكم واحد الكتاب انا نوريه لكم. نحاولوا اننا نقراو على الصلاه نقلبوا على قدوه ديال الصلاه. نحاولوا اننا نسفوا داكشي ديال الماضي. حنا فاش كنا صغار كنا بعض المرات كتبغي تصلي كيبدا با كيضحك عليك ولا شي واحد كيضحك عليك لانك خطأتي. مثلا هذه هي الاسباب اللي كتخليها تكون ثقيله الصلاه. من انها علاش كتكون ثقيله؟ لانها حنا كنحاولوا اننا نبعدوا عليها. فاش كنا صغار كانوا مثلا كتبغي تصلي كيضحك عليك باك. كان والدينا بعض المرات انا من الناس اللي ماشي معلمونيش الصلاه. فانا دابا انا حاليا كندوي معاكم فانا مازال في واحد الحرب باش نشد الصلاه تكون هي اعظم انجازاتي. شتي دابا حاليا ولات الصلاه تقريبا من اعظم انجازاتي لاني كنحاول ما امكن اني نصليها. لاني واحد الوقت انا راه كنا كنغلطوا وما تربيناش عليها. ما ربوناش والدينا عليها. ما ربوناش على الصلاه. ما ربوناش على بزاف ديال الحوايج. كاين الا من رحم ربي انهم كيعلموا وليداتهم الصلاه كيعلموهم الاستغفار كيعلموهم كيوروهم النتائج. انا فاش البلاصه فين عشت او فين شفت الناس اللي كيصلوا ما شفتش داك الانجاز ديال الصلاه اللي كيصلوها. علاش ما شفتش داك الاستغفار اللي كانوا كيستغفروه؟ كتشوفي واحد نهار كامل هو هاز القران وهو هاز القران يوميا كيقراه. كيستغفر يوميا. الدعاء ما كيحيدش من فمه. صلاته صلاه في وقتها. ولكن انجازات اللي عطاه الله في ديك الصلاه ما كايناش. كتشوفي فيه انه ما كاينش. كتبان لك حياته ضنكه وانت كتصلي وحياتك كحله بحكايه وكتصلي وكتقرا القران وحافظ وما عرفت شنو وواصل هاد الحياه الكئيبه والصعبه. ففي هذه كتقولي لا الصلاه ماشي هي الحل. من الاشياء هذه من الاشياء. ولكن نهار عرفت انه الصلاه هي نتقرب بها الله سبحانه وتعالى. انها هي واحد الباب كيتحل باش نقدر نتواصل مع الله سبحانه وتعالى. انها هي واحد الباب كيخليك انك تحله وتجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى وتدعيه وتقول لي كاع داكشي اللي في خاطرك وتمشي عنده انت مكسور ويجبرك وكتحس بحبه. ان فوق تولي تحس بان الله سبحانه وتعالى في هذيك الصلاه حب
من الله سبحانه وتعالى ليك، وحتى انت خصك تبادلوا نفس الحب. فاول حاجه كتولي تجري للصلايه، لا 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 خصني نمشي نصلي هي الاولى، تلقى مع الله سبحانه وتعالى 5 المرات. حنا خاصنا نتلاقاو شوف الله سبحانه وتعالى رحمه الله بينا اننا خاصنا نتلاقاو 5 المرات في النهار، انني انا نتلاقى مع الله سبحانه وتعالى 5 المرات في النهار. والاستغفار البيت هذاك الشيء مفصل شويه، نحاولوا اننا نديروه. والاستغفار الاستغفار الاستغفار، انا من الناس اللي ماشي نقول لكم انا مواظبه على الاستغفار، ولكن غير كنت كنستغفر، فهمتوا؟ كنت كنستغفر عادي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ولا هزت تسبيح استغفر الله استغفر الله. لواحد النهار، هذاك النهار كان بنتي كانت مرضات، وهذا واحد النقطه انا من شفتها وليت كنقول ان الله سبحانه وتعالى كيقول لنا استغفروا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا استغفروا هكا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. اكتشفت انه قلت لكم كانت بنتي مرضات وكانت بحال بدات بحال غيبات، والطبيبه عطاتني ندير لها داك السكانير ديال ماشي السكانير، الشبكه ديال الراس. فتما وانا جالسه بها هزاها ودرنا لها الشبكه، وخاصني نتسنى واحد نص ساعه تقريبا وهي ناعسه، وانا خاصني نكون هزاها. ما عنديش الحق اني نهز التليفون، ما دخلتوش معايا، ما عنديش الحق التليفون، ما عنديش الحق اني نتحرك، ما عنديش الحق اني ندير اي حاجه، خاصني نبقى ثابته باش هي تبقى ناعسه مرتاحه. فقط كاين تصاور ديال الايد بحال هكا، كاين تصاور ديال الطاقه وداكشي ديال الاعصاب. وصدفه انه التصويره اللي مقابله معايا واللي ما شفتهاش في الاول، فهاكا كل صبع كل بلاصه هنا، هاد الدائره هادي، هانتوما هاد القسمات هادو هنا كاين فيها مثلا، انا ما عقلتش شنو كاين بالضبط. المهم كاين الدماغ، كاين القلب، كاين الشرايين، كاين الودنين، الاذن، العين، الانف، كل صبع. المعده كل بلاصه فيها حاجه، المعده، المفاصل، الكبد، البنكرياس، المصارن، الرحم، كل بلاصه في الاصابع. وانا جالسه تما وهو يطيح عليا داك التسبيح اللي خاصنا نسبحو بحال هكا، استغفر الله استغفر الله. كيقول لك لا، راه صباعك كتشهد عليك. راه نهار عرفتها وليت سبحان الله انه كيتيسر لك شي حوايج كتقول مستحيل انهم يتيسروا، وكيتيسروا بدون ما تشعر. فقط انني فاش عرفت انه الاستغفار من كنستغفر مثلا هنا، فانا دماغي استغفرت هنا، فانا عقلي استغفر، قلبي استغفر هنا، من كندير هكا صار نستغفروا. مثلا حنا من كنستغفروا علاش؟ باش الله سبحانه وتعالى يمحي لنا ذنوبنا. كليتي شي حاجه حرام، استغفر الله، هي مشات المعده، هي مشات واحد الحاجه، نقطه سوداء. نتمنى انكم تكونوا كتفهموني في هذه اللحظه. استغفر الله هنا مثلا مشات العين، فواحد النظره، انا شفت نظره سيئه، راه كامل عندنا مشاقف. هذا كنقول لي انا مشقوف تليفون الدنيا كاين شي حوايج كتشوفهم بزز منك، ولا كتشوفهم كتخرج عينك باش تشوفهم، كتقلب عليهم بعض المرات حتى باش تشوفهم، فعينك كتستغفر. ودنك اللي سمعت الحرام ولا سمعت شي حاجه حرام فهي كتستغفر. مصارنك مثلا كليتي شي حاجه حرام ولا ماشي هي هذيك، فانت كتستغفر، فهي كتمشي القلب هكاك. هنا خصك تستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بالاستغفار باليد فهو شيء ما كيعرفوا الا اللي مجربه. وانا جربت بواحد الطريقه اللي ما كنتش متوقعه انني نلقاها. شوفوا انا حاليا، انا هذا العام بالضبط، هاد العامين
اللي وليت كنلقى داك الاستحقاق اللي خاصني نستحقه، ولا يمني ولو مشاكل وخا بزاف ديال الحوايج كيكونوا، ولكن استحقاق. ومن الاشياء الاخرى انني وليت كنحاول اني نقرا الرسائل اللي كاينه من وراء المشكل. كاين مشكل كنقرا الرسائل من كيتحل كتقرا الرسائل اللي فيه، ولي انا مازال ما وصلتش لديك المرحله ديال انا وسط المشكل وغنلقى فيه حل، غنلقى فيه الرساله. انا وسط المشكل، انا غارقه وسط المشكل، خصني نلقى وسط من وانا وسط منه نلقى الرساله اللي بالله سبحانه وتعالى وصلها ليا. علاش انا جاني داك المشكل، علاش الله رسلو ليا بزاف ديال الحوايج انا كنشوفهمش في ديك اللحظه، كنشوفهم من بعد حتى كنجلس حتى ارتاح منه. كان هاد البلاصه كتهبط. قبلوا عليا عفاكم، راني كنحاول انني نكون هي هذيك كيبان لي وجهي غليظ بحال شوف راه كنخرج من الموضوع وخرج عليه طلعت الامل. مثلا كتجي بحال كتكون في مشكل هذه بحال ديال الاستغفار، كنت وصل المشكل ولقيت فائده ليا، ولكن شحال من حاجه وحاجه حتى كتفوت اللي كنلقاو رساله منها. فاحنا في هذيك اللحظه اللي كنلقاو الرساله منها حنا صعب. شوف عندك مشكل في حياتك ياك، فجلس حطه على طابل، حطه فوق الطاوله كيف ما بغى يكون المشكل، كيف ما بغى يكون المشكل. فحاول انك تحطه قدامك وتقراه من كاع الجوانب اللي عندك، تقراه منها باش تلقى الاستحقاق ديالك. وان شاء الله ما هنزابيش، غنبقى نصيف ندير فيديوهات. هذا اول فيديو دابا، هذه هي البدايه الجديده، الفرصه الجديده اللي بديت فيها، ولا هنشاركها معكم ان شاء الله من اتل زد، ماشي من زيد، ولكن غنحاول من الامكن نحط لكم فيديوهات باش انا نوصل داكشي اللي بغيت، وباش انا نقدر نواجه المخاوف ديالي، وباش انا نوصل داكشي اللي بغيت. وواحد الحاجه غنبغي دعمكم في واحد القناه اخرى اللي هنحاول اني هاد اليومين نحط فيها فيديو. هنحط غير فيديو قصير ديال التعريف ديال القناه، ومن بعدها نبداو نخدموا عليها حتى هي. الكونسيبت ديال هذيك القناه هيكون قناه مغربيه، عائله مغربيه، سميناها عائله مغربيه 100%. المهم عائله مغربيه راه باقي ما كطلعش لانه ما فيها لا فيديو لا والو، ما خدامش باقي ما عمرها خدمات. عائله مغربيه غيكون الكونسيبت ديالها نحاول اني كاتبه عائله مغربيه. هي هذاك الشيء الكونسيبت ديالها ديال العائله المغربيه والاسلاميه، يعني العادات الايجابيه بالاخص للوليدات الصغار، العادات الايجابيه والعادات السلبيه. يعني كنحطوا مشكل وكنحطوا من وراه هما يكون نحاول ان نكونوا فيديوهات تمثيليه قصيره، ومن بعد من نولفوا نكبروا المشروع. هيكون مشكل، ووسط داك المشكل غنحطوا غنديروا المشكل ونحطوا الحل ديالو، وهنحطوا الشرح ديالو ان شاء الله في الاخر. هيكون ان شاء الله نحاول بما امكن انه يكون من القران، من القران وهذا، ومن السيره النبويه، ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اركان الاسلام ومن اركان الايمان، السلوكيات اللي خاص الطفل المسلم تكون عنده، وحتى البالغ تكون عنده. وان شاء الله هذا الكونسيبت يخدم، وان شاء الله فهتكون فاتحه خير. كنتمنى لان كنشوف واحد الامل انها تغير. التغيير كيبدا مني، لا يغير ان الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم. حتى نبدا انا في التغيير، وان شاء الله نشوف هذاك التغيير اللي بغيت انا في راسي وفي وليداتي، واللي هنشاركه معكم. واي حاجه درناها فانا هتكون
هتكون فيها شرح، فانا ضروري منها نشرح واحد الحاجه فانا هنفهمها، فاذا الا فهمتها فانا هنخدم بها، وإلا فهمتها ووصلناها فان شاء الله غتوصل. وان الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم. فنبدا انا براسي انا ووليداتي وفي القناه، وان شاء الله داك التغيير ينتقل. بينا نقصوا شويه من السلبيات اللي ولات القنوات المغربيه اللي كيلوحوا انا عائله مغربيه، ولكن صفر. العائله المغربيه كتكون عائله مميزه. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.